عروسه بيجي لها رساله يوم فرحها وتقول لها اوعي تتجوزي عريسك، والبنت بتسال جوزها يعني ايه الرساله دي، وعريسها بيضحك ويقول لها ده اكيد حد بيعمل فيك مقلب بيوم فرحك. واللما برضه كانت في كوافير بيجي لها رساله لحد عندها بيقول لها تعالي على الفندق ده عشان تتاكدي ان جوزك بيخونك، وفعلا بتعمل كده وبتجري على الفندق. واول ما بتدخل الاوضه بتلاقي بنت وبتسالها فين جان، وبتقول لها عشان تعرفي الحقيقه اعملي انك الجرسونه وخليكي تشوفي كل حاجه بعينيكي. واول ما بتخرج بتلاقي فعلا جان في الفندق، وجان بيدخل فعلا لحبيبته وبيقول لها انا لازم امشي بسرعه عشان فرحي كمان ساعتين. وبتدخل عروسه بتعمل نفسها الجرسونه عشان تتاكد من كل حاجه بنفسها، وبتسمع جان بيقول انت اللي حبيبتي بس انا هتجوزها جواز مصلحه عشان ابويا يبقى صاحب الشركه اللي انا شغال فيها، ولما هتجوزها هيخليني المدير. وبتفضل تعيط لما بتعرف التمثيليه اللي بتحصل عليها. وبعد ساعتين بيجي وقت الفرح، وبعد ما المأذون بيكتب عليهم هما الاثنين بتطلع ان دي حبيبته مش العروسه، وبيتخض لما بيشوفها. وبتيجي البنت اللي المفروض تبقى العروسه وبتتاسف للمعازيم عشان جم، وبتقول لهم مفيش فرح عشان ده انسان خاين وطلع بس عايز يتجوزني عشان يبقى المدير. وبتشغلوا الفيديو وهو بيتكلم مع البنت اللي بيحبها، وبتفضحه قدام المعازيم كلهم، وبتقول له انت مطرود من الشركه حتى مرتبك اللي ليك مش هتاخده.